اكتر ملف اتطلب مني اني اعمل عنه فيديو منظمه SCP. ايه المنظمه دي؟ ماسونيه يعني. معانا 3 تسريبات منها. القاتل الخجول سنة 2011 في منطقة جبلية باردة، مكان مرة فاضي، نادرا أحد يقرب منه. حتى الجو كان بارد والثلج مغطي كل مكان. بهذه الفترة المفروض بقى المنظمه دي اكيد في المنطقه 51، اكيد بقى فيها فضائيين، اكيد فيها سحالي، اكيد فيها اوباما وهو مسيحيه، صح؟ ما الحاجات دي ما بتحصلش غير في امريكا. نفسي اشوف مكوك ايه، نفسي اشوف حمام مكوك حمام، نفسي اشوف معلقه من مكوك فضائي وقع في الشبرا ولا حاجه. بدأت تطلع بلاغات غريبة من سكان المنطقة، وكل البلاغات كانت متشابهة تقريبا. ناس طلعوا للجبل وما رجعوا. أول بلاغ كان من عائلة عن ولدهم المراهق طلع يتزلج بالثلج في الليل بس ما رجع. وبعد فترة بنت تبلغ عن اختفاء أخوها، أنه راح للجبل ياخذ صور وما رجع. واحد اتخطف عادي؟ لا، المنظمه الماسونيه خدته. شافوا أن في شيء مشترك، كلهم اختفوا فوق الجبل وكلهم اختفوا بدون أي أثر. الشرطة تحركت على طول، فرق بحث كلاب K9، بس رجعوا هم يقولون ما لقينا شيء ولا حتى أثر خطوات. وهنا بدأ الشك. مو طبيعي أن الناس يختفون بدون ما يسيبون وراهم شيء، ومو طبيعي أن الثلج ما يبين فيه أي أثر. مر أكثر من أسبوعين وما لقوا أي شيء. الشرطة رفعت تقرير رسمي أن الموضوع خارج قدراتنا وبشكل غير معلوم. ايه موضوع خارج قدراتنا ده يا جماعه؟ البوليس لازم يكون فيه، يعني انا عارف ان لازم يكون فيه سبب عشان القضيه تتقفل وكده، ولكن لازم تحطوا برضه في الحسبان موضوع ان في جن وفي عفاريت وفي حاجات لا ما ورائيه مش هتعرفوا تحلوها غير لو سخرتوا مثلا جن يكون بيشتغل معاكم في البوليس. دي هتبقى حلوه برضه يساعدوا. ولكن هل ده حرام مثلا؟ ده كفر؟ هل ده يعتبر بس ده كده حاجه بتخدمنا كده احنا كبشر؟ لا ده حرام، كفر. وبشكل غير معلن تم استدعاء جهة ما حد يحب يتعامل معها، منظمة SCP. ثواني، هي SCP دي مش هي دي اللي بتطلع من عندها الفضائيين وعندها المخلوقات الغريبة؟ ولا ديت منظمة زي FBI كده بتحقق؟ المنظمة اللي تتعامل مع الأشياء المو طبيعية. ايه ده؟ اوكي، يعني في منظمة بتتعامل مع الحاجات الما ورائية عادي. منظمة كلها شيوخ يعني، كلها دجل وكلهم مشعوذين. المنظمة أرسلت فرقة خاصة مدربة على التعامل مع الأشياء اللي ما تنفهم، وهدفهم بسيط: يتأكدون إذا في شيء غير طبيعي ورا الاختفاءات. يعني مثلا هم راحوا لقضيه معينه، شافوا ان الموضوع طبيعي عادي، هيقول لا يا ابويا والله انا ما اتفقتش على كده، انا اتفقت ان الحاجه تكون غير طبيعيه. فين الجن؟ فين الشعوذه؟ فين الحاجات دي؟ هات ريفند. هات ريفند ايه؟ هم بياخدوا فلوس؟ هم بياخدوا فلوس ولا برضه؟ بيني وبينكم يا جماعه، المنظمه اللي مسؤوله عن الحاجات الما ورائيه او الحاجات الغير طبيعيه، ايه هدفها فعلا؟ يعني المفروض يكون ليها هدف معين. هل هدف الفلوس؟ هل هدف الاستكشاف مثلا، او يعملوا انجاز يكون باسمهم ولا ايه؟ انا ما اعرفش برضه بصراحه. ايه اصل هم مش بوليس، اصل هم منظمه برضه. هل هي منظمه حكوميه ولا خاصه؟ دي برضه تفرق كتير. لو هي منظمه خاصه فلا، ايه السبب اللي هم بيعملوا عشانه ده؟ لو هي منظمه حكوميه ماشي تمشي، او بتعمل للبلد يقفلوا القضايا اللي مش معروف اسبابها فين. انا بفتي لما تكمل. يوم قربوا من المنطقة طلعت لهم نقطة حرارية غريبة وسط الثلج، شيء واقف طويل وثابت ما يتحرك، مو حيوان ومو إنسان، جن. جسمه منخفض بشكل مو طبيعي. الفرقة قربت منه هم بكامل تركيزهم، والجو كان هدوء لدرجة تخليك تسمع دقات قلبك. يوم قربوا أكثر شافوه وسمعوا معاه صوت بكاء. يعني تخيل كائن واقف وسط الثلج، جسمه نحيف بشكل يخوف، جلده أبيض باهت. مش ده اللي كان في ذا اوديسي لما فقعوا عينيه؟ شو ده؟ كأنه سلندرمان مشرد. الفرقة كانت تتعامل معاه وهم يحسبون أحد الضحايا. احد الضحايا وهو قدك مرتين؟ أحد الجنود راح له من قدام وصرخ عليه أنه ينزل على الأرض. الكائن بدأ يبكي بصوت أعلى وأعلى، مو بكاء إنسان، بكاء شيء ما يفهم المشاعر. الجندي حط فلاش على عينه وفجأة الفرقة كاملة يسمعون أقوى صراخ سمعوه في حياتهم. المخلوق الأبيض هجم على صاحبهم وهو يصرخ صراخ يقطع الودن. يا جماعه ده اللي في ذا اوديسي، هو ده اللي في ذا اوديسي. وانا بحرق عليك ولا ايه؟ الفرقة بلعوا العافية وقاموا يطلقون عليه، لكن الكائن كان كأنه ما يحس. يوم قرب من الجندي الثاني وشاف وجهه إلا ويسمع نفس الصراخ بصوت أعلى. كان نفسكم في حاجه غير طبيعيه؟ يبلع يا عم. انتهى كل شيء، لا جثة ولا أثر، كأن الجنديين اختفوا من الوجود. وكان في جندي ثالث هرب أول ما شاف المخلوق مسك أصحابه. بس يا جماعه، لو المنظمه ديت فعلا مسؤوله عن الماورائيين والكلام دوت، انا متاكد ان هما بيغيروا ستاف كل اسبوعين. ما هو انت لو بتروح تتعامل مع وحوش مش بشريه ولا حتى حيوانيه فهتموت كده كده هتموت. فانا شايف ان المنظمه ديت وراها حاجه مش بس حكوميه او حاجه ساميه اللي هو عايزين نقبض على المجرم استحاله. بلغ الفرقة الجاية أنهم ما يطالعون لوجه المخلوق لو إيش ما يصير. الفرقة الثانية وصلت، قدروا يغطون وجه المخلوق بغطاء بلاستيكي وهو يبكي، وفجأة هدى كأنه ما كان في حالة طوارئ قبل شوي. بعد نقله للموقع بدأ دكتور دان يدرس حالته،
واكتشف شيء بديهي بس يخوف. أي شخص يشوف وجه SCP-096 يموت. اوكي، هما بيسموا المخلوقات اللي بياخدوها على اسم منظمة بعديها رقم. ما تهم المسافة، ما تهم الجدران، وبتاخدوه عندكم في المنظمة ليه؟ ما تموتوا ميتين أمه. ما يهم البحر. إذا شفت وجهه هو بيجيك وين ما كنت، ومهما حاولت تهرب. وجهه عورة. باظ. والقصة تنتهي بتحذير بسيط لكنه واقعي بشكل يخوف. إذا شفت مخلوق في مكان فاضي وسمعت يبكي بصوت واطي فلا تطالع في عيونه. موته يا ابني، لا طالع في عيوني. لأنك حتسمع البكاء يقرب ويقرب لين يا ابني خضيت يعني. التمثال المتحرك. تمثال المتحرك. يا جماعه بجد هم بياخدوها عندهم في منظمه بيعملوا ايه؟ بيعملوا عليه اختبارات مثلا ولا ايه اللي بيحصل برضه؟ وكمان المخلوق دوت المفروض يتصنف ايه؟ هو مش من الارض هنا ولا هو من انهي داهيه برضه؟ واكيد المفروض هو يكون حيوان يعني، بشر يا حيوان، فاهم؟ فانتوا برضه بتصنفوه تحت مسمى ايه؟ هو بشر، حيوان، نبات، جماد؟ بره عن الاربعه دول في ايه؟ التمثال المتحرك. سنة 2004 في منشأة صناعية قديمة على أطراف مدينة شبه مهجورة، مكان ما فيه ناس كثير، ما تسمع فيه إلا صوت الهواء وهو يضرب شبابيك مكسورة. المنطقة كانت معروفة أنها مو كويسة، تخريب، سرقات، لكن فجأة بدأت تطلع بلاغات غريبة. عمال النظافة يختفون داخل المبنى، حارس أمن لقوه ميت رقبته مكسورة بزاوية مستحيل تكون حادث، كاميرات المراقبة تسجل أصوات لكن ما تظهر أي حركة. الشرطة تدخلت، راجعت التسجيلات، لكن كل مرة يوصلون للنقطة في لحظة معينة الكاميرا تطفي وبعدها الشخص يختفي. ما في شخص واضح، ما في ظل ولا حتى حركة، كأن المكان نفسه يبلع الناس. بعد ثالث حالة وفاة الشرطة رفعت يدها، المكان تقفل والملف انتقل للجهة السرية المعروفة، منظمة SCP. المنظمة أرسلت فريق تقييم أولي، مو فرقة قتالية. هو ايه ده؟ في المنظمه دراكولا، في الشفاف، ايه ده؟ في واحد شفاف، في ولد عم سلندر مان، مفيش سفاح تجمع هنا. المنظمة أرسلت فريق تقييم أولي، مو فرقة قتالية، مجرد باحثين مختصين في الظواهر اللي ما لها تفسير. أول ما دخلوا المبنى لاحظوا شيء غريب جنب إحدى الممرات، تمثال واقف في الزاوية، شكله غريب. يا ابني ليه؟ هو انت مرسومة بطريقة كذا مزعجة، لكن الأغرب أنه ما كان موجود في الصور اللي أخذوها الشرطة قبل يومين. أحد الباحثين قال يمكن أحد جابه هنا، لكن ما في أي أثر، او يمكن هو اللي موتهم. ولا بصمات ولا حتى أثر تراب على الأرض. بدأوا يفحصون المكان حوله، لكن في لحظة بس واحد منهم التفت يكلم زميله، ثانية واحدة بس إلا واحد منهم يلاحظ أن التمثال. يا دين أمي على الرعب، إيه ده؟ الجو تغير، الهواء صار أثقل، كان شعور غريب. يا جماعة الكلام ده يعني الكلام ده حقيقي؟ الحاجات دي مبنية على أحداث حقيقية؟ كان المكان ينتظر أحد يغلط. الباحث المسؤول قال واحد يحط عينه عليه والثاني يجي ويطلب الدعم معه. ايه الغباء ده؟ طب يعني ما هو بالعقل، يعني ايه واحد يحط عينه عليه وتعالى انت تعالى اطلب النجدة؟ ما اتنين يحطوا عينه عليه وواحد يروح يطلب النجدة. ليه واحد بس يفضل مع الوحش؟ الاتنين رايحين يطلبوا النجدة دول ايه يعني؟ مش فاهم، هما يتجوزوا قبل ما يطلبوا النجدة يعني ولا النجدة ما بتردش غير على كابلز؟ هتموت الواد. ما يقدر يتحكم في كل رمشة، صاحبنا رمش والتمثال اختفى من مكان. ايه ده؟ هما بيعملوا الالعاب على اساس القصه دي؟ عارفين يا جماعه انتوا الالعاب اللي انت مثلا لما تمشي وفي وحش معاك مثلا، تخيل مثلا ده الوحش مثلا، انا باصص له، لو بصيت ناحيه ثانيه عشان مثلا افتح باب او حاجه، ابص له تاني الاقيه قرب شويه، اعمل مش عارف حاجه ثانيه ابص الاقيه قرب شويه. هم واخدينها من القصه دي. والله لو كده فعلا، فالناس اللي عملوا الالعاب دي عبقريه. ما حد شافه وهو يتحرك ولا احد سمعه حتى، وبهالسهوله كسر رقبته وقتل صاحبنا. هنا فهموا انهم ما يتعاملون مع تمثال. مبروك للعروسين يا اخويا، مبروك للعروسين. رايحين تطلبوا النجده، جبتوا الشبكه ولا لسه؟ بدكم القرف. الله بكره يا جماعه الحاجات دي يعني، للاسف انتوا اللي بوظتوا افلام الرعب علينا. الله يقطعكم. ناقص يا اخويا وانتوا بتهربوا دلوقتي واحد يقع. والله عارف لو حصل كده يعني انا هقفل الفيديو. هنا فهموا انهم ما يتعاملون مع تمثال، هذا كائن حي، والكائن ذا ما يتحرك الا يوم ما حد يشوفه حتى لو لثانيه. جاء الدعم ونقلوه للمركز واعطوه اسم SCP-173. بدأت الاختبارات وبدأوا يعرفون عنه أكثر وأكثر. 173 يعني في 173 مخلوق مش عارفين هم ايه يا جماعه. المنظمه دي بجد ولا دي حاجات خرافيه دي ولا؟ بدأت الاختبارات وبدأوا يعرفون عنه أكثر وأكثر. 173 ما يتحرك أبدا إذا أحد يطالع فيه. أول ما يروح النظر عنه يتحرك بسرعة مستحيل أي بني آدم يقيسها. نفس بيتك. الحمد لله أنا وقفت قبل ما. خلي بالكم يا جماعة الصوت هيجي دلوقتي. أول ما يروح النظر عنه يتحرك بسرعة مستحيل أي بني آدم يقيسها. أي محاولة مراقبة بدون بشر كاميرات تتشوش
أجهزة تخرب، كأن الكائن نفسه يرفض أي مراقبة غير بشرية. أحد الباحثين حاول يبتكر نظام مراقبة آلي، لكن بعد أول تجربة الكائن كسر الباب وقتل 12 شخص. يا دين امي، 12 شخص موتهم في لمح البصر، سفاح وفي نفس الوقت ياسين بولت. بعدها منعوا أي محاولة لمراقبته بدون بشر، وحطوه في غرفة مليانة أنوار، و3 أشخاص لازم يطالعونه بنفس الوقت بدون ما يوقفون. لكن المشكلة مو هنا، المشكلة أن أصل الكائن نفسه مو معروف. في ملفات تقول أنه جاي من بعد ثاني، وملفات ثانية تقول أنه مشروع عسكري غير ناجح لصنع وحش. ازاي يا اسطى انسان يقدر يقتل 12 شخص في ثانيه؟ استحاله. كمان ايه راسه دي، ايه شبه الفلقه كده ليه؟ ما في رواية مؤكدة ولا حقيقة ثابتة، بس الشيء الوحيد اللي متأكدين منه، إذا كنت معاه في غرفة آخر شيء حتبغى تسويه هو أنك تغمض عيونك. الهلوسة. في ولاية نيو مكسيكو كان في رجل اسمه نيو مكسيكو بقى كلها في امريكا، كل حاجه في امريكا. مفيش مخلوق غير طبيعي كده مثلا يعدي علينا في حدائق الاهرام. في ولاية نيو مكسيكو كان في رجل اسمه تيري، عايش لحاله ويحب الأشياء اللي تخوف كهواية، مو لأنه مجنون، بس لأنه يحب يفهم الأشياء اللي الناس ما تقدر تفسرها. في يوم من الأيام جاء له اتصال من شايب في أحد المزارع، وقال له بصوت خايف: حيواناتي ما نامت من يومين، وأنا كمان ما قدرت أنام، وفي أصوات حول البيت. كلامه ما كان مرة غريب. ايوه عايز ايه يعني؟ اجيلك هتلبس معاك يعني ولا ايه؟ انت بتقول لي كده ليه؟ ما تمشي من البيت. الناس برضو غراب برضو بيلاقوا البيت بتاعه مسكون وفي جن وفي كل انواع الاسباب ان انت تمشي. ليه ما بتمشيش يعني؟ انت غريب جدا. بيعها يا عم لحد انصب عليه وبيعها. انت غريب جدا برضو بصراحه، وتيجي تعيط بقى في الاخر. كلامه ما كان مرة غريب. الأرق يجيب الهلوسة، والحيوانات تتوتر لو في ذئاب في المنطقة. مين اللي ضربه بالقلم ده؟ هو في عفريت في الفيديو ولا ايه؟ والحيوانات تتوتر لو في ذئاب في المنطقة. تيري قال تمام، حجي أشوف. بعدها بيوم راح تيري وشاف بقرة ميتة، مو مقطعة كهجوم ذئب أو شيء، ولا مأكول منها حتى، لكن فيها علامات غريبة، خدوش طويلة، ما في آثار سحب، ما في آثار رجول حول الجثة. وهذا خلاه يشك أن الموضوع مو حيوان مفترس. اوكي يا جماعه، حاجه شبه ان انت مثلا لما تبقى نايم وتصحى وتلاقي عليك علامات، فمثلا يقول لك ده جن عاشق ولا جن مش عارف. انا بس عندي سؤال في موضوع ان انت تبقى نايم وتصحى تلاقي على جسمك علامات، ده بجد جن ولا مرض؟ اصل انا سمعت ان في مرض انت ممكن تصحى فجاه وتلاقي على جسمك علامات كده معينه، ظهرك حاجات حمراء وبتاع. بسمع ان ده مرض يعني، مش جن ولا حاجه. فحد شيخ كده يجاوبني ولا حاجه في الكومنتات ولا؟ تيري فحص الجثة ولقى قطعة صغيرة تشبه مخلب، لكن مو مخلب ذئب ولا دب ولا أي حيوان معروف. هنا بدأ تيري يحس أن الموضوع أكبر من مجرد حيوان. فراح لمنظمه الاس سي بي. حاول يطلع نظريات بس مخه ما كان يشتغل من اللي شافه، فرجع بيته وقاعد يكتب ملاحظاته ويبحث ويجمع معلومات. ومرت الليلة الأولى وما نام، قال عادي يمكن حماس. الليلة الثانية ما نام، قال يمكن قهوة. في الليلة الثالثة بدأ يسمع خطوات، همسات، صوت أحد يتحرك في المطبخ. هو انت بس عشان ما نمتش بقالك 3 ايام فطبيعي هتهلوس. كان كل ما يروح يشوف ما في أحد. كان يحاول ينام بالساعات بس ما يقدر. بس اللي ما كان يعرفه أن في كائنات اسمها SCP 966. الله، يعني الكائنات ديت اصلا كانت موجوده في المنظمه اصلا، بعدين راحت للراجل ده. قاعدين حوله وهو ما يقدر يشوفهم لأنهم ما ينشافون. الكائنات هذه تتحرك في موجات ضوئية ما يقدر الإنسان يشوفها. كائنات ايه يا اسطى؟ ده الجن عادي. يعني يمكن واحد منهم يكون واقف جنبك وأنت ما تدري. طلعت منهم يا بنتك. كنت حاسس انك منهم. انت غلبان انت، والله 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 يا راجل ده غلبان فشخ. والكائنات هذه تتحرك في موجات ضوئية ما يقدر الإنسان يشوفها. يعني يمكن واحد منهم يكون واقف جنبك وأنت ما تدري. 966 ما يهجم بالشكل اللي نعرفه، هو يسوي شيء أسوأ، يعطل قدرة جسمك على النوم، يطلق موجة غير مرئية تخلي مخك ينسى كيف ينام، وتبدأ تهلوس، تخاف، تشوف ظلال، تسمع أصوات، تحس أحد يلمسك وتنهار نفسيا. وهذا اللي صار لتيري. في اليوم الخامس تيري كان جالس. ايه ده يا جماعه؟ يعني في جن يقدر ان يخلي عندك ارق، ولا ده الحسد؟ عشان انا معتمد بصراحه ان المخلوقات اللي هو بيقول عليها دي جن عادي، مش لازم مخلوقات مش غير مرئيه يعني. نهار نفسيا. وهذا اللي صار لتيري. في اليوم الخامس تيري كان جالس على مكتبه، عيونه حمراء، يدينه ترجف، وصوته رايح فيها من التعب. سمع صوت خفيف وراه، صوت أحد جالس يتنفس. لف بس ما شاف شيء، لكن حس بشيء حاد يلمس رقبته، شيء بارد، وبعدها ألم مرة قوي. طاح على الأرض وما قدر يقوم. الشرطة جاهم بلاغ بعد كم يوم من أصحابه. ده ممكن عمل يا جماعه؟ طب ده ممكن حد عامل له عمل؟ هل الامريكان عندهم حاجه اسمها عمل وكده؟ الفودو متهيألي هم عارفين الفودو اللي هو العرايس الصغيره ديت اللي تقعد تحط فيهم دبابيس وسحر، يعني ده سحر، ويحصل لك انت مشكله مثلا في الحته اللي حط فيها الدبوس وهكذا.
لسه متخيل دلوقتي تجيب العروسه تحط دبوس في الاشياء، ايه اللي هيحصل بقى وقتها؟ مش تخلف مثلا ولا؟ الشرطة جاهم بلاغ بعد كم يوم من أصحابه أنه ما جالس يداوم ولا يرد على اتصالاتهم. دخلوا شقته ما لقوا أثر اقتحام ولا لقوا شيء غريب. الشيء الوحيد اللي لقوه صاحبنا ميت ورقبته مقطوعة من ورا، بس مو أي تقطيع، كأن أحد سواها باحترافية، مو هجوم غبي وخلاص. بعد حادثة تيري المنظمة حاولت تتبع الإشارات الحرارية والصوتية في المنطقة، جابوا كاميرات خاصة، فرق بحث كاملة، بس ما لقوا دلائل قوية. سؤال معلش يا جماعه، هو الحاجات الحراريه والصوتيه دي اقدر اشوف الجن منها يعني ولا ايه؟ اصل المنظمه دي عماله كل شويه مش عارف تشوف الكاميرات الحراريه والكاميرات الصوتيه والكلام ده، انا اقدر اكشف الجن بالحاجات الصوتيه والحراريه دي؟ مش حاسسها، لا ما اعتقدش ان هي بالسهوله دي. يعني ربنا حاطط على عينينا غشاء، هل الغشاء دوت نعرف نشيله بالحاجات الحراريه والصوتيه؟ مش عارف، حاسس انه لا مش بالسهوله دي يعني. فرق بحث كاملة بس ما لقوا دلائل قوية. لقوا نفس الخدوش على الأحجار وأماكن فيها حرارة مو طبيعية، لكن ما لقوا الكائن نفسه. يا عم يطلع ذئب عادي في الاخر. وفي تقرير داخلي كتب أحد الباحثين SCP-966 من المخلوقات اللي نقدر نرصدها لكن ما نقدر نمسكها. نمسك واحد واثنين يهربوا. يمسكوه ازاي يا اسطى؟ ايه الزرط ده؟ بيزرطوا هما كمان يعني؟ ايه مسكنا واحد والتاني يهربوا؟ هتمسكوا ازاي وهو حرق او مرئ؟ بيلبسوا نظارات فوق فوق العفريتيه يعني ولا؟ والمنظمة ختمت الملف بجملة قصيرة: SCP-966 من المخلوقات اللي للحين ما تم القبض عليها بشكل كامل. ما طبيعي يا جدعان، ما هو جن يا جدعان، هتقبضوا على جن؟ لو دوت قبضت على جن في 100,000 جن غيره يعني. يعني القصة ما انتهت والكائن لسه موجود ويمكن أقرب مما تتوقع. يعني لو تسمعوا عن دين اسمه دين الاسلام، دين جميل وفي حاجه اسمها بقى جن فيه، يعني هتفهموا اكتر يعني. انا كتبت SCP بس على اليوتيوب، بص طلعوا لي ايه؟ في 100,000 فيديو يا جدعان، حاجات غريبه فشخ. لا أحد منكم يا جماعة لم يشاهد هذا الفيديو. ايه المشكله؟ ده فلتر عادي. ايه يخرب بيتك؟ ايه ده؟ الطفل 67 مينسن ايه ده؟ اتاك تايتن 67 SCP 67 الطفل الذي استعمل القلم وتمكن من التحكم فيه. ايه الزرط ده؟ ايه الهبل ده؟ احنا بنهزر؟ أو أكثر اسم اشتهر به ابن الرجل الخجول SCP 096. لماذا كل هذا الهوس بهذا الشيء؟ لماذا أقرأ في كل مكان أنه لا يجب أبدا أن تشاهد فيديو يظهر فيه لأكثر من مرة؟ ولماذا هو يعني انت بتقول ما ينفعش تشاهد فيديو اكتر مره وانت عمال تطلعه لي؟ يردد كلمة 67؟ 67 وعشان كده بيقولوا 67. يا اخي دز، يا اخي اقول بس اي كلام. 3 ساعات فيديو، 3 ساعات بيفهموني ما هو منظمه SCP 3008. يا دين امي 3008 حاله. هو ايه يا جماعه موضوع الرجل الخجول ده؟ كل الناس عماله تتكلم على الرجل الخجول والرجل الخجول، اشمعنى دوت بالذات هو الاشهر واحد يعني؟ دول كلهم SCPs. الرجل الخجول اعتقد 96 ده معروف ان هو ده رجل خجول. ايه يا جدعان ده كله؟ ده راجل ده عامل لهم تي ليست، ده اقل خطوره يعني. يا دين امي ده SCP 682. تم تصنيفها على أنها كيتر نظرا لمستوى التهديد. هي ليها يا جماعه المعلوميه منظومه SCP اللي انا عارفه برضو ان هي ليها تصنيفات، مش عارف خطير، خطير قوي جدا، مميت، حاجات دي. يمتلك يا سلام، يعني احنا عندنا، يعني المنظمه عندها المخلوق ده؟ استحاله. هذا المخلوق الزاحف الضخم قوة تلاقيه يا جماعه عادي، تلاقيه تمساح ولا حاجه. وذكاء وقدرات تجديدية لا تصدق. يا عم صل على النبي. تجديد هائل. لقد تم تجديد ايه يعني؟ ما بيموتش يعني؟ استحاله يا جماعه، لا مفيش كلام ده. SCP-106 SCP-106 معروف أيضا باسم الرجل العجوز، هو شذوذ مروع ومثير للاشمئزاز من فئة كيتر يتمتع بقوى خارقة. طيب ماشي، ده انسان ماشي. اللي بعده SCP-610 SCP-610 يا جدعان مفيش الكلام ده يا جدعان، كدب ده، هي مفيش مخلوق كده، استحاله. المعروف باسم الجسد الذي يكره، هو كاره آخر، وهناك أيضا شذوذ في فئة كيتر برضه. يا سلام، يعني دوت نفس خطورته بخطورة الراجل العجوز اللي فات. أظن أنها واحدة من أكثر العدوى بشاعة ورعبا في عالم مؤسسة عدوى ماشي، هتلاقي مثلا ده فطيري ولا من الفطريات ولا حاجة. هذه المناطق تخضع لإغلاق عسكري صارم، أكيد في المنطقة 51 أكيد. معروف باسم القناع المتملك، هو قناع خزفي شديد التلاعب وقابل للتلاعب. ايه القناع دوت؟ بيطير ولا ايه؟ اكيد انسان لابس قناع عادي. وهو نوع من شذوذ من فئة كيتر يشكل تهديد. ايه ده؟ قناع كده لوحده؟ يبقى ده عليه سحر اكيد. ده جن مثلا قوي متجسد في هذا القناع او حاجه، او عليه سحر قوي،
زي انابيل والحاجات دي. نفسيا ووجوديا لأي شخص وانتم يقترب. محتفظين بالحاجات دي ليه يا منظمه السي بي ده؟ محتفظين بالحاجات دي ليه؟ ما تنفوها ولا اعدموها. يا 166 إلي الأمر يزداد سوءا. SCP-966 الملقب بقتلة النوم هو مجموعة من الشذوذات المفترسة من فئة دول الجن اللي لسه قايلينه من شويه. ماشي، غيره SCP-05 SCP-3812 SCP-3812 هو أحد انسان عادي عليه جن او سحر، أقوى الكيانات وأكثرها انسان ملبوس عادي. عدم استقرار في أساطير مؤسسة SCP بأكملها. ده الأسوأ. تم تصنيفه على أنه 3812 عندهم فوق ال 4000 حاله. مغير للواقع. نظرا لقدراته على تغيير الواقع وتدهوره العقلي الشديد، فهو أكثر عدم استقرار من مجرد إهانة سفينة شخص ما على ديسكورد. اتفضل يا عم، واحد ملبوس مجنون عنده مس شيطاني حاطينه في الاس بي، وهو اهو انسان عادي يا جماعه، اتلبس عادي. إنسان توفي عام 1996 كده هو مات. ويقال إن SCP-3812 ده مات يا جدعان. ايه، طلع من قبره وبقى ولا ايه؟ 812 نهض من قبره واختف يا عم، وبدأ تحوله إلى كائن شبه إلهي يا عم صلى على النبي. تتيح لها قوتها الهائلة التلاعب بالزمان والمكان والطبقات يا عم السرية. بقى، يا عم صلى على النبي بقى، بلاش من ده الكلام. تجربه النوم الروسيه ليها علاقه بالسي بي ده ولا؟ بغض النظر يا جماعه، انا حاسس انا مش مقتنع صراحه. كل الكلام ده ممكن سحر، جن، عفاريت، شعوذه، اعمال بقى، فاهم يعني؟ حاسس كده. غير كده يعني انا مش شايف ان دي حاجات لا ورائيه، وحاسس ان عاملين منظمه كده غسيل اموال بقى، ما اعرفش يعني. بس مش مقتنع يعني، ما اعرفش. اكتبوا لي في الكومنتات لو انت مقتنع بحاجه، قول لي واقنعني بيها. لو مش مقتنع قول لي برضو ليه. ويا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا في هذا المقطع. ارقوا نفسكم يا جماعه، قولوا اذكاركم، اقروا قران، قربوا من ربكم اكتر، وشوفوا الفيديو دوت عامله عشانكم، وخدوا السبسكرايب. كان معكم الشيء. السلام عليكم.